مناضلات ومناضلو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. خلي اجتماعات عاجلة للجيش الجزائري مع قادة البوليساريو. ولكن قبل أن نبدأ عطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. بسبب الفوضى العارمة، ذكرت تقارير إعلامية أن منطقة الربوني في مخيمات تندوف تشهد منذ منتصف الأسبوع الماضي احتجاجات كبيرة وفوضى شديدة، وقد أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا. ووفقا للمعلومات المتاحة هناك، كما قام أفراد من إحدى القبائل الرقيبات بالتمرد ضد قيادة جبهة البوليساريو، وقامت هذه الأخيرة حملة اعتقالات تعسفية التي تستهدف كل من يعارض قرارات القيادة أو يعبر عن تذمره من الظروف السيئة في المخيمات، حيث قد تمت محاصرة سيارة عسكرية عليها ترقيم جزائري تابعة للبوليساريو، مما أدى إلى اندلاع مواجهات. وأضافت مصادر أن المحتجين قاموا بحرق عدد من المباني والسيارات واقتحموا مركزا يتبع للدرك الصحراوي. ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية في المخيمات، عقد قادة الجيش الجزائري اجتماعات مكثفة مع قادة الانفصاليين المغاربة، وأصدروا توجيهات صارمة للسيطرة على الأوضاع بأي وسيلة ممكنة مهما كان الثمن. وفي النهاية، إذا كنت ضد ما تفعله الجزائر والبوليساريو في سكان المخيمات، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.